وحشتوني. الروتين الزوجي مش بس ملل، ده تآكل بالبطيء. اللي بيحصل في أغلب العلاقات الزوجية مش إن الحب بيختفي فجأة، ولكن إنه بيتاكل بصمت. زي حاجات كانت قوية جدا مع الوقت اتاكلت من غير ما ناخد بالنا. الروتين هنا بيخلق حاجة اسمها مفيش حاجة غلط، بس مفيش حاجة حلوة. وده أخطر إحساس ممكن يعدي على أي علاقة زوجية. ليه الروتين بيقتل المشاعر بعمق؟ رقم واحد، لأن المخ بيبطل يفرز إحساس الدهشة. في بداية العلاقة الزوجية كل حاجة جديدة، الكلام، اللمسة، الضحكة. المخ وقتها بيفرز مواد تخلي كل حاجة مهمة ومثيرة. ولكن مع التكرار المخ بدأ يقول أنا عارف إن ده خلاص، فبيقل التفاعل وبتقل المشاعر. يعني المشكلة إن مش إن أنت بطلت تحب، المشكلة إن إحساسك بالحب بقى متخدر. رقم 2، العلاقة بتتحول من اختيار لاعتياد. في الأول كنت بتختار شريكك كل يوم، دلوقتي بقيت متعود عليه، والفرق هنا كبير جدا. الاختيار فيه شغف، الاعتياد فيه فتور. لما تحس ان انت مش محتاج تبذل مجهود عشان تحافظ على اللي قدامك، هنا المشاعر بتبدأ تضعف جدا. رقم 3، الأمان الزايد ممكن يدمر. الأمان مطلوب، بس لما بيزيد عن حده بيتحول لركود وفتور. العلاقة محتاجة شوية فضول واشتياق واختلافات بسيطة. لو كل حاجة متوقعة القلب بينام. رابع حاجة، الاحتياج العاطفي بيتدفن مش بيتقال. في الروتين الناس بتبطل تطلب، مش عشان مش محتاجة، ولكن عشان تعبت تطلب ومفيش أي تغيير. فبيحصل الاحتياج بيتخزن جوانا ويتحول لزعل صامت، ويبدأ يتحول لبعض الملل. خامس حاجة النهاردة، أنا عارفك خلاص، دي أكبر كذبة تقولها لنفسك. مفيش حد بيتعرف بالكامل، الإنسان بيتغير كل يوم. لكن لما تقتنع أن أنت فهمت شريكك بالكامل وبالتمام، أنت بتبطل تكتشفه، وبالتالي بتبطل تحس بيه. النقطة الأخطر إن الروتين بيخلق وحدة داخل العلاقة الزوجية. تبقى قاعد مع شريك حياتك بس حاسس إن أنت قاعد لوحدك، وده إحساس قاسي جدا، لأنه مش بيخليك تمشي، لكن كمان مش مخليك مرتاح. طب إزاي نكسر الروتين بشكل عميق ومن غير سطحية؟ خلينا نبعد عن الحلول التقليدية ونروح للحلول اللي بتغير فعلا. لو انت عايز تتغير، رقم 1، ارجعوا شوفوا بعض من جديد. مش تشوفوا الشكل، شوفوا الروح. اسأل نفسك، هو بقى حاسس بإيه اليومين دول؟ ايه اللي متغير فيه؟ ايه اللي نفسه فيه مش عارف يقوله؟ المشكلة اننا بنبص لكن ما بنشوفش بوضوح. رقم 2، اعترفوا بالملل بدل ما تنكروه. كتير بيخاف يقول انا زهقان عشان ما يبانش انه مش بيحب، لكن الحقيقة الملل مش عكس الحب. الملل دليل ان العلاقة محتاجة حياة. قولها بصراحة بس بحب، أنا عايزنا نرجع نحس ببعض تاني. رقم 3، اعملوا كسر نفسي، مش بس كسر روتين. الفكرة مش ان احنا نغير بخروجة، الفكرة ان احنا نغير احساسنا من جوه. جربوا تتكلموا بعمق عن حاجات عمركم ما قلتوها. تعبروا عن خوفكم، عن ضعفكم، عن احلامكم القديمة راحت فين. العمق هنا بيرجع القرب سوا. رقم 4، سيبوا مساحة للحنين. مش لازم تبقوا متاحين طول الوقت لبعض. المساحة الصغيرة بتخلق اشتياق وبتفك الضغط وبترجع الشوق تاني. القرب المستمر بدون نفس بيخنق. رقم 5، ارجعوا بذلوا مجهود تاني. الحب اللي ما فيهوش مجهود بيموت، حتى لو برسالة بسيطة، بكلمة تقدير، باهتمام غير متوقع، بهدية بسيطة. المجهود هو اللي بيقول إن أنا لسه مختارك وعايزك.
رقم 6، افهم ان شريكك مش مسؤول عن سعادتك بالكامل. واحدة من أكبر الأخطاء في العلاقات إننا نحمل الطرف التاني مسؤولية إحساسنا. لما أنت ترجع لنفسك، تهتم بنفسك وتطور حياتك وتعيش بشغف، هترجع العلاقة تتنفس تاني بينكم. رقم 7، واجهوا الحقيقة الصعبة. في علاقات الروتين فيها مش المشكلة، ولكن اللي وراه جرح قديم، عدم تقدير، فقدان ثقة، أو حب فعلا بدأ يضعف. ساعتها كسر الروتين مش كفاية، لازم علاج أعمق بكتير من كده. خلاصتنا، الروتين مش اللي بيقتل الحب. اللي بيقتل الحب هو إننا نبطل نحاول، نبطل نشوف بعض، نبطل نسمع بعض، ونبطل نهتم ببعض، ونفضل نقول ما هو موجود في حياتي وخلاص، اهي المركب ماشية وخلاص، اهي الحياة معدية. العلاقات مش بتموت بسبب الغياب، بتموت بسبب الإهمال الصامت. لو العلاقة كانت حقيقية في يوم من الأيام، فجواها لسه في بذرة حياة، بس البذرة دي مش هتنبت لوحدها، لازم لها اهتمام وصدق وشجاعة ومجهود. ساعتها ممكن نفس العلاقة اللي بقت باردة ترجع تبقى أدفى وأحن وأجمل من الأول بكتير. ودمتم سالمين.